أهلا بحضراتكم ولايف جديد. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة. منتخب مصر حقق المطلوب منه وفاز على كاب فيردي 3-0. بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية. نتيجة جيدة، كان ممكن نكسب طبعا أكتر من كده، لكن في النهاية أنت حققت المطلوب وكسبت بالثلاثة. وشفت لعيبة كمان بدلاء أكفاء زي إبراهيم عادل وزي مصطفى فتحي، عملوا مباراة جيدة. وكمان جربت بعض اللاعبين الآخرين زي أحمد رمضان بيكهام. نزول أحمد رمضان بيكهام صاحبه يعني كلاش حصل على الدكه ما بين الكابتن احمد حجازي والجهاز الفني. وللامانه انا بشكر الكابتن حسام حسن انه دافع عن احمد حجازي بعد هذا يعني الزعل، هنسميه زعل لانه ما كانش فيه اكتر من زعل. والحقيقه كان احمد حجازي مؤدب جدا وهو بيبدي اعتراضه، ويبدو ان الكابتن حسام حسن بداخله مقتنعا بان حجازي كان على حق. ليه؟ وفقا لما يعني شفته من كواليس، واللي لازم ادي الدوكش حقه، كان كابتن محمد عبد الواحد وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن بيتناقشوا حول يعني التغييرات، والدنيا كانت 3-0 والدنيا لطيفه يعني، فبيشوفوا ممكن يعني ينزلوا تغييرات مين. فدخل فجاه الكابتن طارق سليمان قال لهم احنا في الدقيقه 76. واحد بيقول لي مش هتقول مرات اكرم توفيق كشفت المستور. ازيك يا احمد يا سمير، عامل ايه؟ رب يكون بصحه وسعاده. يلا يا احمد يا سمير بقى، انا بقى هكلفك بقى ان انت تقول للناس تشد حيلها علشان التفاعل معانا. يلا يا احمد يا سمير، انت اللي جبته لنفسك. انا هلعب معاك لعبه الشاي النهارده يا احمد يا سمير. انت اللي هتقول للناس تفاعلوا مع الفيديو. يلا احنا يا جماعه داخلين في 150، ما كملناش غير 37. يلا يا احمد يا سمير بس. واحمد رشدي كمان كتر خيرك يا احمد، عمرو رشدي. يلا يا جماعه. طيب، مهم بس اقول لك الحته دي. حبيبي، ازيك يا عادل يا منصور؟ طيب، كابتن طارق سليمان فجأة قال لهم الدقيقة 76 نزلوا أحمد حجازي. فطبعا لف بتلقائية كابتن حسام حسن وراح لحجازي قال له سخن. أنا معاك يا سيد عامر، إحنا بس على الهوا. فحجازي كان متابع الحوار أصلا، ما عجبوش الكلام. قال له يعني الدقيقة 76 أنت بتنزلني عشان الدقيقة 76؟ أنا ما عنديش مشكلة، ما أنا قاعد احتياطي أهو وملتزم بقراراتك. انت بتنزلني بس عشان انت كده مطمن النتيجه. فما عجبوش الطريقه بتاعت الكابتن طارق سليمان. قال له ينفع كده يا كابتن؟ يصح اللي بيحصل معايا ده؟ بعد اذنك يا كابتن، انا مش مهيئ ان انا العب. بعد اذنك يا كابتن ما تنزلنيش. فبيحاول ابراهيم حسن يفهمه ويقول له الوضع ايه والدنيا فيها ايه، لكن في النهايه يعني الراجل قال لهم عشان خاطري انا قاعد وملتزم ومش هعمل اي مشكله، واللي انتوا عايزينه انا تحت امركم. وبالفعل حسام قال له خلاص اقعد استريح، وبدا يفكر في البديل ونده احمد رمضان بيكهام. في الوقت ده بدا تريزيجيه يشعر بالغضب. هو تريزيجيه كان اتغير، لكن حس ان الطريقه يعني فيها اهانه لزميله احمد حجازي. فبدا يتكلم يقول له يا كابتن ينفع اللي حصل ده؟ فابراهيم قال له لو سمحت، مش عايز كلام كتير، اقعد والتزم بمكانك في جهاز فني وهياخد الموقف واهدى خالص. وللامانه برضو تريزيجيه قعد. انا لايف يا جماعه، انا لايف يا محمد مصطفى نصر، ويعمل بقى لايكاتك يا مصطفى نصر. طيب، فبالتالي الراجل قعد وجنب يعني حجازي والتزم الصمت. حسام حسن في المؤتمر ادى احمد حجازي حقه ثالث وثالث، قال لعيب كبير ولاعيب بثق فيه ولاعيب عنده امكانيات وقدرات. انا يعني كان ليا وجهه نظر ان اللاعب حمدي فتحي، لكن في النهايه طبعا بثق في احمد حجازي، وانا حسيت ان هو ما كانش هيقدر يدي وما كانش داخل المود. فانا قلت له خلاص مفيش مشكله، لكن احمد حجازي لعيب كبير وانا بحترمه وبقدره، وما عملش اي حاجه خارج عن النص، والراجل محترم. كلام محترم من الكابتن حسام حسن. لكن يا جماعه اللي حصل ده بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه ورط فيه حسام ابراهيم حسن. والكابتن طارق سليمان لم يكن موفقا عندما قال يا جماعه الدقيقه 76 كفايه كده نزلوا حجازي. لو انت تحتاج حجازي يلعب اوكي،
احتياطي اوكي، ينزل بديل اوكي، كل ده حجازي انا ما عنديش مشكله، لكن تنزلني اصل دي 76 ممكن دلوقتي تنزل حجازي، يبقى انت مش واثق فيا، يبقى انت مش عارف انت جايبني ليه؟ انت بتلعبني مجامله، شكرا انا مش عايز مجاملات. ده بالنسبه لهذا الموقف. واعتقد ان كابتن محمد صلاح برضو تدخل، لان حجازي يا جماعه قيمه كبيره جدا بين اللعيبه نفسها وعند محمد صلاح نفسه. يعني محمد صلاح نفسه عندما يشعر بمشكلات، انا بقول لكم معلومه على فكره، اول واحد بيلجا له احمد حجازي. وكابتن حسام نفسه في المعسكرين 3 اللي اتعملوا عارف قيمه احمد حجازي. فعشان كده لما طلع اتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح عن هذا النجم المحترم. طيب ده بالنسبه لهذا الامر. لكن عندنا اصابات. النهارده مصطفى محمد للاسف الشديد اثبتت الاشعه ان عنده شد في العضله الخلفيه، وكمان اثبتت الاشعه ان عمر مرموش عنده جزع في الرباط الداخلي الركبه. فالاثنين كادر فني اعلن ان هم مش هيكونوا متواجدين في ماتش بوتسوانا يوم الثلاث. وبناء عليه بدات الناس تفكر في مين البديل. فالناس تصورت ان ممكن يجيب راس حربه، او الناس تصورت ان ممكن يجيب جناح. حتى وقتنا هذا وانا بطلع الفيديو الساعه 6:30 اهو، كابتن حسام حسن استدعى فقط احمد عيد الظهير الايمن لنادي المصري. ربما يرى البعض انه يعني ايه علاقه ان انت عندك فرود وجناح اصيبوا، المفروض تعوضهم بفرود وجناح، فانت جايب احمد عيد باك رايت. لكن في النهايه دي وجهه نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، واكتفى حتى الان بضم احمد عيد لاعب النادي المصري الذي يلعب في مركز الظهير الايمن لمباراه الثلاثاء باذن الله رب العالمين. كل الامل والتقدير لمنتخب مصر تحت قياده حسام حسن في المباراه الثانيه امام بوتسوانا في تصفيات الامم الافريقيه يوم الثلاثاء المقبل، يعني بعد حوالي 72 ساعه من دلوقتي. طيب ندخل بقى على الصفقات. يعني من الغريب ان جمهور النادي الاهلي زعلان غضبان طهقان متضايق من الميركاتو. قال لك فين الصفقات وفين وفين وفين، مع ان انت لو عوضت معلول بيحيى عطيه الله، عوضت محمد عبد المنعم باشرف داري، جبت عمر الساعي بعد ما مشي ديانج، ادي كده 3 صفقات في النادي الاهلي. والامور لسه في صفقات تانية، يعني في صفقه رابعه وفي صفقه خامسه، ففي حاجات كتيره جدا في النادي الاهلي جت. لكن الجمهور زعلان غضبان طهقان متضايق. انا قلت اشرف داري، قلت عمر الساعي، قلت يحيى عطيه الله، مش كده؟ ولسه في كلام على زيكو، ولسه في كلام على اكثر من لاعب. في طبعا يوسف ايمن الباك قلب الدفاع اللي بيلعب في الدحيل القطري، وعنده يعني مشكله خفيفه في الركبه، لكن الاخبار اللي طالعه من النادي الاهلي ان الاصابه خفيفه، وان شاء الله هيكون متواجد الفتره اللي جايه. يعني في 4 تعاقدات، واحتمال يكون في زيكو، ولسه قصه محمد علي بن رمضان اللي ما انتهتش زي ما بعض الناس بتقول. لا، قلت لكم انتظروا 12 سبتمبر وانتهى بدل المره 11. طيب ولسه الموضوع قائم. ادخل على كهربا، وقلت لكم المره اللي فاتت ان بدا الكلام يحصل ان في عرض سعودي. النهارده بدا يظهر اسم النادي تاني، الحزم السعودي. الحزم السعودي طلب ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الاهلي، ولسه عرض زد لا زال موجود في الصوره، رغم ان الراجل طلع كهربا مع سيف زاهر وقال انا مش هلعب في مصر غير النادي الاهلي، ومش عايز العب بره، انا عايز اكمل في السنه الجايه في الفانلة الحمراء. وقلت ان كولر ما عندوش مشكله، اهم حاجه عنده التزام اللاعب، يعني ما عندوش ازمه شخصيه مع كهربا. فاللي حصل ان بدا مع العرض السعودي، فبيقولوا ان كهربا بدا يفكر. وكمان كابتن الخطيب عرف كده، فراح مكلم امير توفيق قال له اعمل جلسه بناء على طلب كولر. قال لهم يا جماعه كهربا معايا ولا مش معايا؟ طبعا كهربا كان لعب ماتش امبارح امام مواليد دجله، الاهلي كسب 1-0 مباراه وديه، احرز الهدف حسين الشحات. فقال لهم انا عايز اعرف الراجل معايا ولا مش معايا عشان ابتدي احط خططي. معايا اسامه ابو علي، شوف هيجيب حد مهاجم فلسطيني تاني، بيقولوا الدباغ ده موجود في الصوره،
هل هيجيب مهاجم اجنبي؟ لسه هقول لكم على قصص المهاجمين الكتير. لكن في النهايه الراجل طلب عقد جلسه، وهنشوف بقى جلسه الحسم دي اللي هتعقد بناء على طلب الخطيب مع كهربا بحضور امير توفيق. يا كهربا انت باقي في الاهلي ولا ليك وجهه نظر؟ اللي هيقول عليه كهربا الاهلي هينفذه. عايز يمشي هيفتحوا له الباب، عايز يقعد هيقول له اهلا وسهلا بيك، خصوصا ان المدير الفني ما عندوش مانع في استمرار. ومش معقول فعلا كهربا كل يوم رايح جاي. انا متفق معاك تماما يا كوكب عطارد او كوكب عطا، لكن انا بقول لحضرتك مهمتي هنا اقول لك المعلومات اليوميه المتداوله وفقا لما يحدث في الانديه. انا بقول لك انا متفق معاك، لكن هي دي حقيقه، كل يوم في جديد. طيب، اما يوسف ايمن، قلت يوسف ايمن مطبخ السعاده مع هاله، مطبخ السعاده مع هاله، اهلا وسهلا، هناكل يعني ماشي. فده الموقف. اما بقى بعض المهاجمين اللي بيتعرضوا على النادي الاهلي، قالوا ان في مهاجم من هاتاي سبور، وبعد كده قالوا ده ارقامه ضعيفه، وبعد كده قالوا النادي الاهلي بيفاوضه، و اسمه كارلوس ستراندبيرج. ده سويدي الجنسيه، 187 سم، 28 سنه، بيلعب في هاتاي سبور. على فكره هاتاي سبور ده اللي لعب له شويه كده قد كده، شهرين ثلاثه كهربا لما كان عنده ازمه مع موسيماني، لكن الاهلي طلع قال ما بنفوتش مهاجم هاتاي سبور تماما. طب هل الاهلي هيجيب مهاجم؟ برضو انا بقول لحضرتك احنا النهارده 7، فاضل يا جماعه ساعات، 8 و9 و10 و11، 4 ايام. انا لمنتظرون مين هيجي في الاهلي ومين هيجي في الزمالك. الزمالك، الزمالك خلاص اعلن ان عمر فرج موجود. الزمالك اعلن عن ضم عمر فرج، طبعا المهاجم الفلسطيني اللي جاي من ايك السويدي، و بنتايك الظهير الايسر اللي جاي باعاره بنيه البيع من سانت تيا الفرنسي. واتقال ان بوبنزا، رامون بوبنزا المهاجم القاطره البشريه الجابونيه، 28 سنه، 180 سم، جاي نادي الزمالك. طبعا بعض الناس شككت امبارح، واتقال ان في عروض من ايران وعروض من 2 عروض من تركيا، وان الزمالك رغبه كل الكلام ده. الزمالك قال ان البطاقه الدوليه وصلته، وانه بانتظار اللاعب. اول مره الزمالك يعلن او اي نادي يعلن ان البطاقه الدوليه وصلت قبل ما اللاعب نفسه يوصل. فهل الزمالك بيحاول يؤكد على شيء معين، او حاول يعني يضع اللاعب في امام الامر الواقع بعد ما هو اكيد يعني طالما البطاقه الدوليه وصلت اكيد وقع، يبقى اكيد وقع. لكن التوقيع الالكتروني نفسه لا، مش كفايه. هل بقى تم الاتفاق مع نادي؟ مفيش نادي، ده هو اساسا حر. اه صحيح، ده صفقه انتقال حر، مفيش نادي اصلا. طب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. قالوا هيوصل القاطره البشريه الجابونيه وصفقه الزمالك الكبرى فجر الاحد. ودي صفقه كل الزملكاويه هيبقوا فرحانين بيها، لان اللاعب ده هيقوم بمقام بن شرقي كجناح، ومقام راس الحربه بركاوي اللي ما جاش. لا البركاوي جه اللي جدد الدوري السعودي، ولا بن شرقي جه اللي راح النهارده رسمي رسمي وقع عقدا لمده موسم واحد للريان القطري. والحقيقه ان اشرف بن شرقي مقضيها حلو قوي، وعايش حياته لوز العنب، حاجه يعني كنافه. الراجل ده بيلعب موسم مع الانديه، ياخد له ال 100 مليون و200 الف دولار، 200 مليون 400 الف دولار، مليون 500 الف دولار. فبقى له من ساعه ما مشي من الزمالك شغال موسم بموسم، عمل له حوالي 7 او 8 مليون دولار عنب من ساعه ما مشي من الزمالك، لانه لسه ما وصلش 30 سنه. فبيجدد موسم، موسم يلعب في الجزيره الاماراتي، موسم يلعب في الريان القطري، وادي الموسم الثالث يلعب في الريان القطري، وهكذا. يعني ما يلعبش اكتر من موسم في اي حته. الزمالك بس هو اللي قعد معاه حوالي 3 مواسم. طيب، الفوز على كاب فيردي زي حفر قناه السويس. شفت وصلنا لفين يا جلال؟ شفت يا محمود سلطان، وما عجبنيش التصريح. يعني ما اعرفش، ما عجبنيش التصريح بتاع كابتن حسام حسن، مع كامل احترامي وتقديري ليه. ايه علاقه ده بده؟ مش فاهم. ده اللي لونه ابيض وضغط المشي بسرعه، إيه علاقه الجملتين ببعض؟ مش فاهم. يعني ايه حفر قناه السويس وامبارح كسبوا كاب فيردي؟ مش فاهم، بس ماشي. يعني لو كابتن حسام يعني برضه الحماسه بتاخده في التصريحات، فاعتقد ان هو الموضوع محتاج شويه هدوء يعني. لكن حسام امبارح ككوره ما اقدرش اقول ان هو عمل ماتش وحش. لاعبتنا عملت ماتش كويس. تقول المنافس متواضع، اقول لك اه ماله، بس انت كسبت بالثلاثه والاجوان حلوه. طيب،
إحنا وصلنا لفين؟ لقائد القاطرة البشرية بوبنزا الجابوني. طيب كمان عايز أكلم حضراتكم على يعني الصفقة اللي عاملها بيراميدز. صفقة خلاص هم جابوا أوباما امبارح وجابوا العلم وجابوا أوباما وناس بتقترع وأصوات والانتخابات الرئاسية الأمريكية وراحوا جايبين أوباما وقال لك أنا يوسف أوباما أنا في بيراميدز بعد ما سابني للزمالك. بعد كده راحوا جايبين أوباما مع سبايدر مان، واحد مقنع بقى ورامي وشه بقى وبتاع ووقف معاه، ومره قعد معاه، ومره سبايدر مان ده موجود وقال لك شيء ما يطبخ على نار هادئه. وبعد كده راحوا جايبين آه، سبايدر مان ده لوحده، ومن حوالي نص ساعه ظهر سبايدر مان على حقيقته، عبد الرحمن مجدي، نجم النادي الاسماعيلي والذي لا شارك مباراتين دوليتين ولاعب اكثر من 100 مباراه في الدوري المحلي، اصبح لاعبا بشكل رسمي في نادي بيراميدز. هذا هو سبايدر مان اللي من اول امبارح وبيراميدز بيقول لك شيء ما يطبخ على نار هادئه. صفقه جديده في نادي بيراميدز. محمو... آه، عبد الرحمن مجدي. محمود وادي لسه كنت اقول عليه يعني ان النهارده طلب بيراميدز او اتفق معاه ان هو يفسخ عقده بالتراضي. هو كان راح اعاره نادي المقاولون العرب وكان ماضي عقد لو هو يعني هيكمل مع النادي، لكن ان اتفقوا ان العقد يفسخ بالتراضي، وبالتالي لم يعد محمود وادي لاعبا في نادي بيراميدز واصبح لاعبا حرا اللي عايز يشتريه. مهاجم طبعا عمل موسم اكثر من موسم رائع مع النادي المصري، واشترك مع بيراميدز وكان كويس الى حد ما، ولعب مع المقاولون العرب لكنه لم يكن موفق، ما كانش حد حاسس بيه. المقاولون طبعا عمل موسم وحش جدا وهبط، والنهارده محمود وادي اصبح بلا نادي. طيب كمان عايز اكلم حضراتكم على الكابتن ايهاب جلال. ربنا يديله الصحه، الامور بتتحسن، الامور بدات تخرج من مرحله الاستقرار لمرحله التحسن المضطرد. آه، كل الاخبار اللي جايه ايجابيه وجيده جدا بفضل الله. ربنا يديك الصحه يا كابتن ايهاب، وان شاء الله يعني بعد ما اتحطيت تحت ملاحظه تخرج لاهلك وحبايبك وترجع تمارس نشاطك وحياتك بشكل طبيعي يا رب. يا كابتن ايهاب ان انت راجل محترم، وما شفتش منك انا شخصيا على مدار السنين وعلى مدار اشتغلنا مع بعض كمان في بعض القنوات، ويعني حتى دايما كابتن ايهاب بيقول لي انت الوحيد اللي انا خلتني اشتغل في التلفزيون، لان انا يعني كنت دايما مؤمن بيه ان هو اسم كبير كلاعب وكمدير كوره ثم كمدير فني، ويشهد على الكلام ده. وانا بقول لكم يمكن لو حد عايز يبعت الفيديو لابراهيم فايق اخويا العزيز يبعته، لان ابراهيم بيقول لي انت مقتنع ان ايهاب هيبقى حاجه جامده؟ قلت له انا هو انت هو ابراهيم، والايام ما بيننا ان شاء الله لو لقينا عمر ايهاب جلال، ولو هو ليه عمر ايهاب جلال هيبقى حاجه كبيره قوي. فيعني دايما ابراهيم فايق كان بيقول لي الكلمه دي، انت اللي كنت صاحب السبق في قصه ايهاب جلال وكنت متحمس وعارف ان هو هيبقى حاجه كبيره جدا. قال لي ايهاب جلال من احمد جلال، قلت له انا شرف ليا ان ايهاب جلال يبقى اخويا، وده حاجه محترمه. يعني هو طبعا ليس اخا شقيقا، ولكنه اخ في الاسلام، وربنا يعني يديله الصحه والعافيه. ايهاب يعني الناس بدات تتكلم بقى، هل ايهاب هيكمل في نادي الاسماعيلي؟ حتى الان نادي الاسماعيلي بقياده المهندس نصر ابو الحسن متمسك بالكابتن ايهاب ومتمسك بالجهاز المعاون للكابتن ايهاب. طيب يعني اذا فضلنا فتره اعداد هيبتدي الكابتن حمد ابراهيم الراجل المحترم المدرب العام فتره الاعداد بشكل طبيعي، والكابتن عماد سليمان هو اللي مشرف على الكوره هيبقى موجود مع الكابتن حمد. والكابتن عماد سليمان اصلا اشتغل مدير فني زي ما حضراتكم عارفين اكيد، وشريك في التجربه معاهم، فمش هيخرج حد جديد او مش هيجي حد جديد على الجهاز. هيبقى الموضوع فنيا في ايد الكابتن حمد ابراهيم، ومعاه طبعا الكابتن عماد سليمان مشرف على الكوره زي ما كان مع الكابتن ايهاب جلال، والامور تمشي زي ما هي. واذا كان الكابتن ايهاب جلال ان شاء الله تحسن الامر هيبقى مشارك معاهم في وضع الخطط التدريبيه والاحمال التدريبيه واختيارات اللاعبين. كل ده كابتن ايهاب هيبقى موجود معاهم باذن الله رب العالمين ان شاء الله ربنا العالمين ان شاء الله. طب اذا حدث امر ما والكابتن ايهاب جلال قرر ان هو ما يكملش، وده وارد، وارد يعني عايز ياخد مثلا هدنه
او الاطباء ينصحوه بان هو ما يتحملش مسؤوليات لفتره معينه، هو ده وارد. لكن انا بقول لكم صحته الحمد لله رب العالمين، دي ما فيهاش كلام. يعني الكابتن ايهاب صحته الحمد لله رب العالمين بتتحسن باذن الله، وعشان في ربنا كبير الدنيا تبقى احسن واحسن باذن الله. لكن اذا طلب من الكابتن ايهاب ان هو يعني ما يشتغلش في الكوره لفتره صغيره، فساعتها هيكون في كلام. لو الدنيا مشيت كابتن حمد وكابتن عماد هيبقى الدنيا زي الفل، وهيبقى الجهاز زي ما هو كده. او اذا كانت هناك نيه اخرى ل يعني خطه او بلان بي او بلان سي زي ما عايز تقول بلان بي طبعا هيبقى حمد وعماد. بلان سي بقى مين؟ انا بقول لكم معلومه، مش بجيب حاجه من بيتنا. مارك فوتا الهولندي. مارك فوتا الهولندي، وهو له تجربه رائعه مع النادي الاسماعيلي، مع اسماء كبيره قدمها لنا في الكره المصريه. قدم لنا عبد الله السعيد، قدم لنا عبد الله الشحات، قدم لنا احمد خيري، قدم لنا مجموعه من اللعيبه الكبار في الوقت ده. فممكن مارك فوتا يكون موجود، وهو اسم جديد قديم في الكره المصريه والكره الاسماعيلويه، وراجل عمل نجاحات الحقيقه يعني. فمارك فوتا موجود على الطاوله، لكن ده بعد فتره طويله. وراجل ما بيشتغلش دلوقتي بشكل عام، لكنه بيحب النادي الاسماعيلي، بيحب النادي الاسماعيلي. بس اذا جه مارك فوتا يعني جهاز المعاون الله اعتقد بقى ان الدنيا ممكن تتغير، لان مارك فوتا كان بيشتغل مع الكابتن اشرف خضر والكابتن احمد الناوي، كلهم ولاد الاسماعيليه، وكلنا نتمنى الخير للنادي الاسماعيلي. وفي النهايه يعني نتمنى ان الكابتن ايهاب يكمل بصراحه، وان الكابتن محمد ابراهيم يكمل، والكابتن يعني عماد سليمان، لان التجربه كانت يعني رغم الصعوبات كانت ناجحه، وقدموا لنا اكتر من لعيب. بدليل اهو انتم شايفين دي يعني فتره طويله جدا الاسماعيلي ما خرجش منه حد يعني يلعب في النادي تاني. واحد يقول لي هو ده نجاح؟ اقول له اه طبعا. النهارده انت لما تبيع عمر الساعي النادي الاهلي ب 50 مليون، على فكره 50 مليون، بتدفع منهم 35، ولما تبيع عبد الرحمن مجدي لبيراميدز ب 40 مليون، فده يعني انت عملت، او 50 مليون كمان، 50 مليون يعني انت عملت 100 مليون جنيه، 2 مليون دولار، وبدات تفك القيد وبدات تتحرك وتشوف الدنيا فيها ايه. فده كويس، ولسه عندك فيه اسماء كويسه في الفرقه. مين قال محمد الدسوقي على فكره راح كمان مودرن فيوتشر، وهم بيعملوا معمل تفريخ لقطاع الناشئين، وعنبر الموهوبين هيشتغل من جديد في النادي الاسماعيلي. عشان كده بقول لكم ان ايهاب مش شغال على مركز، ولا شغال على ان هو قاعد الفرقه، كان شغال على انه يعيد ترتيب او بناء الاسماعيلي من جديد على مدار 4 5 سنين. وده طبيعي، ما تستناش من الاسماعيلي ينافس السنه دي ولا السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها، لكنه على مر العصور بقى، على مر السنين، على مر السنين انا اسف، على مر السنين هيكون الموضوع افضل بكثير باذن الله رب العالمين. طيب، ده بالنسبه لهذا الامر. اختم باستفتاء، وعايزكم تجاوبوني في تعليقاتكم عليه. اليوم 7 سبتمبر 2024، يمر 4 سنوات بالتمام والكمال على انتقال رمضان صبحي من الاهلي الى بيراميدز، او يعني من النادي الانجليزي اللي كان بيلعب فيه بعد ما انتهى اعارته من الاهلي الى بيراميدز. عايز تقول كده، عايز تقول كده براحتك. في النهايه 7 سبتمبر أصبح رمضان صبحي لاعبا بشكل رسمي في بيراميدز. مرت 4 سنوات. ما رأي حضرتك في التجربة؟ هل كان هل كانت أو هي تجربة ناجحة حتى الآن؟ رمضان صبحي كانت تجربته ناجحة في بيراميدز، ولا التجربة لم تكن موفقة؟ أنا عايز تعليقات يعني فيها منطقية بعيدا عن العواطف. هل رمضان صبحي في 4 سنوات مع بيراميدز قدم المردود المنتظر لنفسه وليك أنت كجمهور، ولا لا؟ شكرا جزيلا، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.